السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا حلقة جديدة في الكرة مع المصري. شفنا امبارح صعود منتخب الليزر، المنتخب اللي متهيألي تلات أرباع المصريين ما كانوش عايزينه يصعد، هو منتخب السنغال. أنا واحد من الناس بصراحة ما كنتش أتوقع وما كنتش عايز المنتخب السنغالي يصعد، لكن للأسف أليو سوسي المحظوظ صعد على حساب الإكوادور اللي عملت مباراة امبارح من أقل مبارياتها في المجموعة. منتخب الإكوادور منتخب كويس جدا. المنتخب الإكوادوري عمل مباراة ولا أروع مع المنتخب القطري، ومباراة ولا أحلى مع المنتخب الهولندي. لكن للأسف جه في المباراة المهمة اللي كان يقدر فيها إنه يحسم التأهل بتاعه ويكتب تاريخ، خسر أمام المنتخب السنغالي امبارح 2-1، وصعد المنتخب السنغالي أو منتخب الليزر على حساب المنتخب الإكوادوري. المنتخب الهولندي كسب امبارح المنتخب القطري الضعيف المتخاذل اللي احنا قلنا عليه قبل كده 500 ألف مرة، مش عايزين نتكلم عليه تاني. كسب 2-0 وصعد المنتخب الهولندي كأول مجموعة بسبع نقاط، وراه على طول منتخب الليزر بست نقاط. شفنا امبارح مباريات المجموعة الثانية، المنتخب الإيراني وكارلوس كيروش وخسارته أمام المنتخب الأمريكي 1-0، وصعود المنتخب الأمريكي مع المنتخب الإنجليزي اللي عمل مباراة جميلة جدا امبارح أمام منتخب ويلز الضعيف وكسب 3-0. خلت المنتخب الإنجليزي في صدارة المجموعة الثانية، والمنتخب الأمريكي ياخد مركز تاني في المجموعة. وبدأت كده ملامح دور الستاشر تتضح، ان المنتخب الانجليزي هيقابل منتخب السنغال في دور الستاشر، وكل التوفيق للمنتخب الانجليزي الشقيق. انا واحد من الناس هفضل اشجع اي فرقه تقابل السنغال. يعني المنتخب الانجليزي بالنسبه لنا يعتبر شقيق قدام السنغال. ان شاء الله باذن الله المنتخب الانجليزي يكسب السنغال في دور الستاشر، والمباراه الثانيه هتبقى ما بين المنتخب الهولندي والمنتخب الامريكي. واللي انا شايف ان ممكن والله المنتخب الامريكي يعمل مفاجاه ويخرج المنتخب الهولندي من دور ال 16. المنتخب الهولندي لغايه دلوقتي اداؤه غير مقنع على الاطلاق. المنتخب الهولندي صعد كده لانه كان في مجموعه بصراحه مجموعه سهله بتضم قطر والسنغال والاكوادور، فالمنتخب الهولندي صعد كده ايه بظروفها. لكن اتوقع ان المنتخب الامريكي ممكن ان شاء الله يعمل مفاجاه مع المنتخب الهولندي. دلوقتي في مباريات شغاله، مباراه تونس امام فرنسا ومباراه استراليا امام الدنمارك. الشوط الاولاني انتهى بالتعادل السلبي في المباراتين. انا واضح كده وشايف يعني ان بعد نهايه الشوط الاولاني ان المنتخب الفرنسي عايز يساعد المنتخب التونسي. يعني المنتخب الفرنسي نزلوا بالبدلاء وبيلعبوا بالبدلاء، بس المباراه باين كده ان فرنسا، يعني مش عايزين نقول هي سايبه الماتش لتونس، بس اللي هو مفيش اداء اصلا لفرنسا. او بمعنى اصح فرنسا عايزه تخرج الدنمارك، عايزه تخرج الفرق التقيله من بدري بدري، لان طبعا فرنسا والدنمارك دايما في بينهم منافسه شديده جدا. المنتخب الدنماركي من المنتخبات الرخمه اللي بيرخموا دايما على المنتخب الفرنسي. فالمنتخب الفرنسي عايز يدي فرصه لتونس، هي فرصه ذهبيه. المنتخب التونسي لغايه دلوقتي مضيع حوالي 3 او 4 فرص ما يضيعوش، وخايف ان المنتخب التونسي يندم على الفرص دي، لان لحد دلوقتي النتيجه في صالح المنتخب التونسي في حاله مكسبه. يعني المنتخب التونسي لو كسب واستمرت مباراه استراليا والدنمارك على التعادل، هيصعد المنتخب التونسي بجانب المنتخب الفرنسي، وهتكون فرنسا برضو متصدرة المجموعة يليها المنتخب التونسي الشقيق. اتمنى المنتخب التونسي ان شاء الله الشوط الثاني يقدم مباراة كويسة ويصعد، واتمنى المنتخب السعودي الشقيق ان شاء الله في مباراته النهارده امام المكسيك الساعة 9 هتكون مباراة صعبة جدا على المنتخب السعودي. ومباراة تانية هتبقى مباراة نارية ما بين المنتخب الارجنتيني والمنتخب البولندي، اللي انا اتوقع ان الماتش ده يا جماعة ممكن يبقى فيه مفاجأة. انا بشجع الارجنتين بصراحة لان انا من عشاق ميسي، لكن انا خايف ان المنتخب البولندي ممكن يعمل مفاجأة النهارده قدام منتخب الارجنتين. واتمنى، يعني امنية شخصية بالنسبة لي، ان المنتخب السعودي ان شاء الله يصعد مع منتخب الارجنتين لدور ال 16. يعني اتمنى كده ان بولندا تروح، لكن منتخب البولندي من المنتخبات برضو اللي هي رخمة كرويا. ممكن يعملوا حاجة قدام منتخب الارجنتين النهارده، وربنا يستر. وان شاء الله هبقى اطلع حلقة مع حضراتكم باذن الله عقب مباراة بولندا والارجنتين ومباراة السعودية والمكسيك. وان شاء الله بنتمنى التوفيق للمنتخب التونسي والمنتخب السعودي النهارده ان هم يصعدوا. واتمنى المنتخب التونسي الشوط الثاني يركز ويحرز على الاقل هدف ويسيبها بقى على ربنا، لان المنتخب الفرنسي كده يعني نازل بيقول لتونس انتوا حبايبنا ونفس اللغه كده واحنا حبايب مع بعض، اعملوها وصعدوا. يعني واضح كده من الاداء لغايه دلوقتي ان المنتخب الفرنسي سايبها لتونس، بس تونس تمسك في الفرصه. كده وصلنا لنهاية حلقتنا في الكرة مع المصري، وأرجو الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.